أرويكم الآن كيف السعودية الآن. هذا السعودية الآن اللي جالسين من أنفسهم يقولوا إيش اللي صاير بالسعودية، الناس عايشين وفي خوف مع الحيطان. هذا السعودية الآن الساعة 11 الليل. ها بشوف سلام الله عليها بلاد وعلى من حلبها، المقيم في أمان أعظم من بلده، لو ما لجأ إلى هنا إلا وهو يعني يبحث عن الأمان. ها كيف الناس عايشة، والله لا حدا عارف في حرب ولا لا. الناس حاطين على ريل، مصلين على رسول الله، يعني ماكلين شاربين، المولد فل، الاسواق فل، الاستراحات فل، الشوارع فل، المطاعم فل، يفطروا الناس بالشوارع ما هم عارفين وين الدنيا سارحة. هذا السعودية الآن. الله ما سمعنا حتى طلقة رصاص او حتى طمشة ولا العاب نارية من بداية العدوان هذا اللي صاير. لا تجلس تأمن نفسك وتضحك على نفسك كذب. والسعوديين مدري ايش اللي صاير، والله ما هو صاير شيء. ان الدنيا بر وسم والناس مرتاحين والناس مبسوطين. هذه الشوارع هذا خارج الرياض طبعا. تخيل يعني مشينا من وسط الرياض لا خارجين رايحين عند ناس، وهذا الان تخيل خارج داخل الرياض زحمه ما تقدر تمشي حتى بالسياره، قلبت كفر بس. فالدنيا في التيرشي والدنيا امورهم طيبه والناس مرتاحه مبسوطه مصلين على رسول الله. بلاد راكنه على الله ثم على ولاة امرهم ثم على جيشهم. معهم جيش قادر يرجع المعتدي بطن امه. فلا تجي تقول اوه اسرائيل تسوي او يعني ايران تقصف، والله ما هم دارين وين الدنيا رايحه. اقوى قوه جويه في الشرق الاوسط، اكثر من 60 مسيره دي اسقطوها في 3-4 ايام، ولا استهدفت واحده مسيره ولا صاروخ. الدنيا بر وسمن وامن وامان والناس عايشين مرتاح مبسوطين ومصلين على رسول الله. بلاد امن وامان. اسال اي واحد، اسال اي مغترب، معك مغترب اساله اتصل له، اقسم بالله ما هم بالغه ان هذا هو الواقع. امن وامان. انا هنا من اول رمضان ما سمع شيء، ولا الناس مفلينا. ها الناس في البر وناس في الاستراحات وناس في المولات وناس في المطاعم وناس في الشوارع، حياه ماشيه. لا تجلس الان بعض الناس المقصولين المخ دي مخاكم مغسوله يتمنى الشر للسعوديه حفظها الله ودول الخليج، لان بلدانهم مؤمنه، قدروا يضبطوا بلدانهم، قدروا يسووا بلادهم، قدروا يعني يبنوا الصحراء رجعوها الى ناطحه السحاب. بينما بلدان العربيه البقيه بين فساد وسرق ونهب. لا تلوم الخليجيين وين ياخذوا اموالهم، هذه اموالهم يعملوا بها ما شاءوا ومتى ما شاءوا وينفقونها اينما شاءوا. لوم بلادك. الخليجي مش ملزوم انه يصرف عليك، ولا دولة ملزومة انها تصرف عليك. هذه اموالهم استخرجوها بانفسهم وبعرقهم ورزقهم الله. معك ثروات، حكوماتك ووزرائك ورؤسائك ومرؤوسيك يسرقوك وينهبوك ويدعسوا على خشمك ويأخذوا ثروتك ومعادنك وغازك وبترولك ومعادنك وآثارك ويخرجوا يتاجروا بها في الخارج له وأسرته أموره طيبة، وأنت عايش في فقر وتقوم تسب الخليجيين ولا تنتقد الخليجيين ولا تتمنى لهم الشر. لوم من الذي سرقك ونهبك وجوعك وأفقرك. هذا حبيت أوصله. هم في أمن وأمان وأمورهم طيبة، ولو دخلوا في حرب مع إيران وجه الوجه الله لا يصربها صرب، لا يجعلوها قاعا صفصفا، لا يخلوا المهدي المنتظر الذي له 1100 سنة نوم يهرب بدون سروال من القصف حقهم. أقوى قوة دفاعية في الشرق الأوسط، محلمة يصبروا، لكن إذا ضربوا يضرب إلا ما ينتف ريشك. هذا حبيت أوصله. حبهم ما تحبهم، انتقدهم ما تنتقدهم، هذا واقع. والله لن ينفعهم تضامنك ولن يضرهم أن وقف ضدهم. سلام وسلام عليكم.